بما إن بكرة الجمعة، فحابب أقول لكم شوية حاجات كده عن يوم الجمعة زمان وإحنا صغيرين. يوم الجمعة ده كان بالنسبة لنا إحنا وأطفال كده كان يوم مقدس فيه أجمل أيام وأجمل ساعات وأجمل لحظات كنا بنعيشها يوم الجمعة. كنا بالضبط بنبدأه من الساعة 6:00 من بداية ما نصحى كده نلاقي السوق في قريتنا، القرية البسيطة الصغيرة ديًّا، وكنا نروح نتسوق يعني نجيب اللحمة، وبعد كده الساعة 8:00 مثلًا بعد ما نتسوق التسويق العادي، نروح نجيب شوية الطعمية الحلوين دُولًا تمام، الساعة 8:00 وبعد كده بعدها بشويتين يعني نفطر والفول والطعمية والحاجات الجميلة ديًّا، وبعدها كده يعني نروح نجيب اللحمة والحاجات الحلوة الدسمة ديًّا. طبعًا يوم اللحمة ده كان يوم يعني فاكهة بالنسبة لنا، كان اليوم الوحيد اللي هو يوم الجمعة اللي هو ناكل فيه لحمة يعني. كان حاجة حلوة جدًا، جدًا، جدًا. تيجي بقى لصلاة الجمعة واليوم العظيم واليوم المهيب جدًا، جدًا، جدًا لكل أطفال القرية كانت بتستناه من الأسبوع للأسبوع. اليوم ده كان بيبقى حلو جدًا، جدًا. كان كل واحد بيروح الصلاة بيبقى واخد ابنه معاه الصغير، وكان بيبقى ملبّسه ومنزّهه ومشيّكه كده، كان أحلى شياكة يعني بالنسبة لنا. وبالنسبة إن القرية ديًّا في الصعيد، فكانت فيها عادات وتقاليد حلوة جدًا، جدًا، جدًا يعني. كان كل واحد بيبقى ساحب ابنه معاه ورايح يصلّي، وبعد ما يطلع من الصلاة ويطلع كل واحد شايل ابنه على كتفه أو ماسكه في إيده أو الكلام ده كله. نلاقي بقى برّه بياع الجرجير والفجل وطبعًا حاجة جميلة جدًا، جدًا في الصعيد إن هو كنت تلاقي بياع القصب. كان في عربية كارو كده كان بيبقى واقف عليها بياع القصب دوًّا، كل واحد يبقى واخد بقى حزمة جرجير، على حزمة فجل، على حزمة بصل، على حزمة بتاع دوًّا قصب، ويبقى ماشي بيهم في الشارع وتبُص تلاقي الشارع طويل عريض، كل واحد طالع بحاجة زي كده في إيده يعني. فبصراحة كانت بتبقى حاجة حلوة جدًا، جدًا، وحاجة الواحد كان بيعيشها، وكانت أيام يعني فين الأيام دي؟ فين، فين بصراحة يعني. يعني الواحد يتمنى إن اللحظات دي ترجع ولو لحظات يعني نعيشها تاني يعني. أيام الطفولة دي لا تُعوّض يعني. وترجع بقى تخلّص وقت الضهر دوًّا، تروّح البيت تلاقي الغدا اتجهّز وبتاع وكل حاجة، ونقعد بقى نسمع عالم الحيوان، وما أدراك ما عالم الحيوان، وبعد كده تسمع سر الأرض أو الكلام ده كله، وبعد كده تدخل بقى على الغدوة اللذيذة الرقيقة. حاجة